بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين جميعا، وربنا كده يعود علينا يا رب عيد الأضحى المبارك بالخير واليمن والبركات علينا وعلى الأمة الإسلامية جميعا يا رب. احنا بقى النهاردة فيديو كده معانا خفيف ولطيف بإذن الله. فيديو كده أول يوم العيد حبيت كده أصبح عليكم. دي بقى بسملة بنتي. باباها كده نزل يصلي هو والولاد، وهي كانت عايزة تروح صراحة، بس كانت نايمة. فلما قامت كده ما رضيتش ازعلها، فرشت لها بقى المصلية كده بتاعتها وقلت لها تعالي بقى صلي وانا هصورك. قاعدة بقى كده تصلي، ولما جه بقى اخواتها كده قالت لهم انا صليت هنا في البيت وكده. انا بقى اسيبكم بقى مع بسملة تتفرجوا بقى كده عليها وهي بتصلي، وهتيجي تقول لكم حطوا بقى لايك. اللي بقى يحب كده بسملة يحط لها بقى لايك، ونرفع كده حبايبي تكبيرات العيد كده بإذن الله في البيت. نشغل كده التليفون أو التلفزيون كده على تكبيرات العيد، ونكبر بقى معاها كده زي ما الرسول قال عليه أفضل الصلاة والسلام. احنا طبعا خلاص هما كده الولاد بقى جم وقعدوا كده يلعبوا شوية، وبعدين نزلوا بقى تحت. هي بتقول لكم حطوا لايك اهوت، اللي شافها بقى يحط لايك. نزلوا بقى أولادي يصبحوا على جدهم تحت، وأنا بقى عملت لهم التسالي بقى بتاعتهم كده. حطيت فاكهة وعملت كده عصير، وعملت لهم طبعا الترمس ده انا لونته لهم كده يعني يحسوا بالبهجة كده فيه. حطينا الفول السوداني بقى وعملنا عصير، وحطينا بقى رصينا شوية فاكهة كده اللي عايز حاجة ياخدها. وبعدين خلاص فطرنا بقى وقعدنا كده نهزر بقى مع بعض كده، والولاد يلعبوا باللعب بتاعتهم. وبعدين بقى قمت انا عملت لهم الغدا، قلت اعمل لهم غدا خفيف كده. عملت لهم البورمة، برايم بورمة كده، وانا خابزين رقاق طري حطيته بقى برضو معاهم كده وطحينة بقى وشيبسي وحاجات من ديت كده. وخلاص كان غدا خفيف كده. انا معايا بسلة كده متفرزة، بصل متقطع، فلفل اخضر، طماطم، حبتين بطاطس كده. انا حقيقة اقشرهم بقى كده وارجع لكم بقى تاني. ومعايا اللحمة مقطعاها قطع صغيرة زي ما انتم شايفين. اقطعها كلها بنفس التقطيع دي عشان احنا هناكلها بعيش يعني، عشان تبقى صغيرة كده وتطيب على طول. وهي والله ما خدتش طياب خالص. انا بقى هقطعها كلها بنفس القطعة اللي انا وريتها لكم دي. زي ما انتم شايفين يا حبايبي، قشرت كده البطاطس وقطعتها. ودي بقى الاكتر حاجة صراحة بحب ازود فيها، هي بتبقى البسلة. بسلة بالجزر، لونها زي ما انتم شايفين يا حبايبي، شفتوها معايا كذا مرة في الفيديوهات، خضرة وزي ما هي. ومعايا بقى قلبت، جبت طبق كده كبير او بولة كده، وحطيت بقى فيها كل المكونات على بعضها وقلبتها. وكل البهارات اللي انا حطيتها ملح وفلفل ورشة بهارات صغيرة، ولو حابة رشة جوز الطيب، مش حابة عادي خالص يعني مش مشكلة. في ناس كتير مش بتحب جوز الطيب، مش بتفضلها يعني، وبتقول عليها حرام وكده. فانا مش عارفة صراحة المعلومة دي صحيحة ولا لا. بس وملح وفلفل، بهرت اللحمة وبهرت الخضار. جبت بقى البرايم بتاعتي كده، البريمة الصغيرة دي بعمل لكل واحد برام، او بعملها كلها في ورقة اللحمة كده اللي هي ورق فويل يعني، ورق زبدة. بس انا حبيت النهاردة اعمل لهم كده في البريمة الصغيرة دي، يبقى كل واحد ياخد كده برامه لوحده. وهنعمل برضو ورقة اللحمة مع بعض بإذن الله، لسه الأيام جاية كتير. خلاص يا حبايبي، أنا كده برص زي ما انتوا شايفين. طبعا البريمة دي أنا بملاها على الآخر، والحمد لله هي طبعا الخضار بيخس يعني، فهتشوفوها في الآخر برضو. يعني اللي يشوفها كده يقول ده كتير، بس هي طبعا بتخس، بتبقى يعني بتخس لحد النص كده. وده البرام بقى بتاع بسملة، هو صغير جدا زي ما هتشوفوه يا حبايبي كده. انا بوريه لكم كل مره، هو صغير كده، هو البرام ده بتاعها وبتحبه. انا خلاص هكمل بقى كل الكميه زي ما انتم شايفين يا حبايبي، وهوريها لكم بقى تاني. هرص بقى عليها اللحم. جبت زي ما انتم شايفين انا رصيت كده اللحمه، بس انا بس بوريها لكم. انا بدخل اللحمه كده جوه الخضار زي ما انا بوريكم بالظبط، ومن غير اي حاجه خالص. انا ما حطيتلهاش اي حاجه، هي بتطيب كده. انا كل اللي انا جبته مكان بس ما بهرت اللحمه كده، بق ميه صغير، نص كوبايه ميه يا دوبك، بس مجرد ان انا يعني عملت بيه الطبق اللي كان فيه اللحمه كده. وغطيت بقى. انا ما لقيتش ورق فويل، ودي اهم حاجه والله انا نسيت اجيبها في حاجات العيد يعني، والحاجات المستلزمات اللي كانت ناقصانا في المطبخ. هي الحاجه الوحيده اللي نسيتها صراحه، وهي حاجه مهمه جدا. انا بوريها لكم هو جوه الفرن اهوت. اغطي بقى البرامين دول واسيبهم بقى،
هما كده طلعوا. طبعا هي دايبة جدا زي ما انتم شايفين يا حبايبي، وهتشوفوها دلوقتي دايبة دوب والله، والخضار كان طعمه تحفة. خلاص يا حبايبي الفيديو بتاعنا كده خلص. لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش بقى في اللايك والشير وسبسكرايب واشتراك كده في القناة. وبإذن الله لحد ما اشوفكم هتوحشوني، وكل سنة وانتم طيبين. انا بوريكم الرق اهو. كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي، ولحد ما اشوفكم هتوحشوني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.